انطلاقا من العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع إريتريا بدول منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ودور إريتريا المحوري في شؤون المنطقة، شهدت العاصمة أسمرة يومي 9 و10 من أكتوبر الجاري نشاطا دبلوماسيا مكثفا تمثل في زيارة رئيسي جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية وقمة ثلاثية بين رؤساء الدول الثلاث. في 9 من أكتوبر وصل إلى أسمرة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، وعند وصوله مطار أسمرة الدولي كان في استقباله فخامة الرئيس سياس أفورقي بمراسم استقبال رسمية. توجه الرئيس الصومالي إلى القصر الحكومي ليعقد الجانبان مباحثات مشتركة تركزت حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأوجه التعاون في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية نظرا للعلاقة الأزلية التي تجمع بين الشعبين الإريتري والصومالي، بحضور وزيري خارجية البلدين السيد عثمان صالح والسيد أحمد معلم فقي. وفي صبيحة الخميس 10 من أكتوبر وصل إلى إريتريا رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي كأول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى دولة إريتريا، حيث كان في استقباله فخامة الرئيس سياس أفورقي والسادة الوزراء وكبار مسؤولي الجبهة الشعبية وطاقم السفارة المصرية في أسمرة، وأجريت له مراسم استقبال رسمية تليق بهذه الزيارة التاريخية.
وضم الوفد المرافق للرئيس المصري وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج دكتور بدر عبد العاطي. واستقبل الرئيس إسياس أفورقي بقاعة هجر في ذات اليوم رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيسان في اللقاء الذي يأتي مواصلة للتشاور الثنائي المستمر أهمية الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين، واحترام سيادة واستقلال ووحدة بلدان المنطقة، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لها تحت أي ذريعة أو مبرر، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة. واتفق الرئيسان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار، وتعميقا وتكثيفا للتشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك، من خلال تدشين لجنة تشاور سياسي على مستوى وزيري الخارجية تجتمع بشكل دوري. كما عقد رؤساء إريتريا ومصر والصومال قمة ثلاثية حول الأوضاع في الصومال بالنظر إلى التطورات الإقليمية والأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية، وكذلك التعاون بين دول حوض البحر الأحمر وباب المندب في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي البيان المشترك الذي خرجت به القمة الثلاثية، اتفق الرؤساء الثلاث على تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية، وصيانة وحدة أراضيه. تناولت القمة بعمق أكبر وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن المسائل التالية: الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية، الوضع في الصومال على ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب في سياق أهميته القصوى كممر بحري حيوي، آليات التنسيق الدبلوماسي والجهود المشتركة بين الدول الثلاث. خامسا، الترحيب بالجهود التي تقوم بها كل من دولة إريتريا وجمهورية مصر العربية في دعم الاستقرار في الصومال الشقيق وتعزيز قدرات الحكومة الفيدرالية، والإشادة بعرض جمهورية مصر العربية المساهمة بقوات في إطار جهود حفظ السلام في الصومال. سادسا، تم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات. أسمرة 10 أكتوبر 2024. وأعرب رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس إسياس أفورقي وحفاوة الاستقبال الأخوي الحار. أخي فخامة الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا الشقيقة، أخي فخامة الرئيس دكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر إليكم أخي الرئيس أفورقي على حسن وكرم الاستقبال والضيافة، كمعبر عن خالص الامتنان لأخي الرئيس حسن شيخ محمود على حرصه على المشاركة في قمتنا اليوم. إن اجتماعنا اليوم لا يبرهن فقط على متانة وتميز العلاقات بين دولنا الثلاث الشقيقة، وإنما يعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات الأزلية، سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الإفريقي والبحر الأحمر، أو للاستفادة من القدرات المتوفرة لدى دولنا لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا. لقد اجتمعنا اليوم
في ضيافة فخامة الرئيس والأخ العزيز إسياس أفورقي للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وتقويض الجهود الدؤوبة لدولنا وشعوبنا التواقة للسلام والاستقرار والرخاء. فدولنا الثلاث ومنطقتنا وشواطئنا على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر تذخر بالثروات وبالفرص الواعدة للتنمية والازدهار، كما أننا نمتلك الإرادة والقدرة على اغتنام وتعظيم الاستفادة من تلك الفرص من خلال التعاون والتكامل والتنسيق الوثيق بيننا. لقد اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق تحقيقاً لرؤية فخامة الرئيس والأخ العزيز حسن شيخ محمود من أجل استعادة الأمن والأمان في الصومال بواسطة جيشه الوطني. وقد تناولنا مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائياً وبصورة مشتركة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وبناء السلام في الصومال. تطرقنا كذلك في مباحثاتنا إلى عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة، ومنها الأوضاع في السودان الشقيق، حيث اتفقنا على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحائه في أقرب وقت ممكن، وضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية. كما اتفقنا على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس سلباً على معدلات التجارة العالمية، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه، وتعزيز التعاون فيما بينها لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية. واتفقنا كذلك على أهمية تطوير وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولنا الثلاث، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات. ختاماً، أود أن أكرر الشكر لفخامة الرئيس إسياس أفورقي على كرم الضيافة، ولفخامة الرئيس حسن شيخ محمود على المشاركة في قمتنا الثلاثية الأولى اليوم، وأتطلع لمواصلة التنسيق بيننا بصفة دورية بما يحفظ مصالحنا وأهدافنا المشتركة. كما أجدد تأكيدي على أن مصر لن تدخر جهداً ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا بمنطقة القرن الإفريقي من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً وازدهاراً. ونتطلع لرؤيتكم في وطنكم الثاني مصر في المستقبل القريب. شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي سياق متصل، أجرى الرئيسان المصري والصومالي لقاء ثنائيا اتفقا خلاله على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين بلديهما. من جانب آخر، زار رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود أفراد الجيش الصومالي الذين يتلقون تدريبهم في مركز تدريب القوات الجوية الإريترية وتفقد أحوالهم. وقد قادر رؤساء جمهورية مصر وجمهورية الصومال البلاد بعد ظهر يوم أمس 10 أكتوبر بعد زيارة عمل ناجحة بناء على دعوة الرئيس إسياس أفورقي. وصول رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود إلى إريتريا في 9 أكتوبر، ووصول رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى أسمرة في 10 أكتوبر كأول زيارة لرئيس مصري إلى دولة إريتريا، والمباحثات المشتركة التي أجراها معهم الرئيس إسياس أفورقي، والقمة الثلاثية التي جمعت برؤساء الدول الثلاث تعكس أهمية وتعكس العلائق التاريخية التي تجمع شعوب هذه الدول وشعوب المنطقة، وتشكل أرضية مهمة للتعاون بين هذه الدول وشعوب المنطقة في كافة المجالات.